معاهم رند و10 اعواد قرنفل وشويه كركم. قليتهم هكايا بالكدا، ومن بعد زدت شويه ملح شويه فلفل اكحل، وباش نحط الدجاج متاعي يتقلى دقيقتين على كل جهه. وبعد زدت هكايا شويه قرفه وشويه كليل اللي زاده يعطي فاح بنين على الاخر. وباش نمرق لهنا بالماء سخون لفوق الدجاج حتى لين نغطي الدجاج الكل. وقت اللي يطيب الدجاج نخرجوا هكايا ونعمل له دهنه بالسمن وندخله للفور دوبا يتبدل الكولور نتاعو يولي لون مزيان. نخرجوا لهنا الروز نتاعي شللته بالكدا، وخديت شويه سمن قليت فيها الشعيريه هكايا بالكدا، زدت شويه زيت خاطر حسيته ناقص شويه. نبقى نقلي فيها حتى يتبدل اللون متاعها. كي نوصل للون هذايا نزيدها الروز ونقليهم هكايا الكل مع بعضهم في الزيت والسمن، ومن بعد نزيدهم الماء اللي هو على الكيلة روز 2 كيلو ماء متاع الدجاج اللي طيبنا فيه الدجاج، وعلى الكيلة شعيرية كيلو ماء، ونغطيه ونخليه يطيب على نار متوسطة. وقت اللي يطيب يوصل المرحلة هذه كما تشوفوا في كل كعبة